بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا أمل ولا رجاء إلا في الله رب العالمين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، يعني فيما يتعلق بأمر التفسير. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم بالمتواتر عند العامة والخاصة، كذا في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها، وفرائض الزكاة ونصوبها يعني أنصبتها، وتعيين شهر رمضان، والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يجيب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما بينهم بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود الناس من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات، ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله قد أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي تورث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، قد يكون لعموم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، قد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: هذا الاختلاف يعني في التفسير قد يكون لأحد أسباب، لكن هذه الأسباب ليست شاملة، لأن أسباب الاختلاف، اختلاف العلماء، ذكرها رحمه الله تعالى في كتاب له صغير، رسالة مطبوعة قديما بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وأكثر من هذه الأسباب، فهنا يقول قد يكون لخفاء الدليل، ويخفى الدليل بمعنى أنه لا يظن أن هذا دليل على كذا، فهو سماع لكن خفي عليه أنه دليل. وقد يذهل عنه أن يكون ذاكرا له ولكن نسيه، وقد يكون لعدم سماعه، وهذا هو الجهل. وقد يكون الغلط في فهم النص، وهذا قصور الفهم. وقد يكون الاعتقاد معارض راجح، يعني أنه فاهم الدليل وعالم به، لكنه اعتقد أن هناك معارضا راجحا يمنع القول بهذا الدليل، إما تخصيص أو نص أو تقييد أو ما أشبه ذلك. ومن أراد البسط من هذا فليرجع إلى كتاب المؤلف رحمه الله تعالى، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وكذلك كتاب صغير كالملخص يعني، لكن ذكر فيه بارك الله فيكم زيادة تمثيل، اسمه اختلاف العلماء وموقفنا منه. فهذا بارك الله فيكم حقيقة الدليل قد يكون فعلا يعني خفيا، وإلا فما من شيء إلا وهو مفصل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكذلك يقول أبو ذر: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر بين السماء والأرض إلا ذكرنا منه علما. وقليل من المسائل بارك الله فيكم التي تحتاج إلى نوع اجتهاد، على أن الله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما كان الله سبحانه وتعالى يتركنا هملا ولا سدى، وقال سبحانه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فما وظيفة الرسول؟ البيان، وبيان الحلال والحرام. لكن هناك ثمة أمور لعلها يعني لم يتبين دليلها للعلماء، جعلها الله سبحانه وتعالى يعني كما في الحديث: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، إلى آخر الحديث. فهذا بارك الله فيكم
والله أعلى وأعز وأكرم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد.